هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون دي اي واي، هنعمل مع بعض نوت بوك، بس النوت بوك دي هتكون فينتج. شفت الفيديو ده على بنترست وعجبني جدا النوت بوك اللي بتعمل فيها جورنال. هنعمل زيها بس تكون على اصغر شويه. لو عجبتكم فكره الفيديو ما تنسوش تشوفوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا شكل النوت بوك في الاخر، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. لو انتوا لسه جداد في القناه هاي اسمي رحمه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وبس. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنجيب اي دفتر موجود عندنا، سكتش قديم او كراسه قديمه، وهناخد منها 10 صفح، وهنبدا ان احنا نقطع ال10 صفح دول من السكتش، وهنتني الورق من الجنب، وهناخد المقص وهنقص الورق من الجزء المتني. وبعد كده هاخد الورق اللي انا قصيته وهتنيه كمان مره، وهقص برده من الجزء المتني. على فكره انتوا ممكن تتحكموا في حجم النوت بوك، فممكن ما تتنوهاش كمان مره لو انتوا عايزين. بعد كده هنغير لون الورق ده للون البني. استخدمت قهوه، بس الصراحه استخدمت قهوه مش سريعه الذوبان، ففي الاخر ادتني لون بني فاتح. فيستحسن انكم تستخدموا قهوه سريعه الذوبان عشان تديكم لون بني غامق ولون الورق البني الحلو. فهجيب اي طاسه عندي صغيره او اي حاجه عندنا غويطه، وابدا اني احط فيها شويه ميه سخنه، واحط فيها معلقتين من القهوه، وهفضل اقلب شويه حلوين عشان القهوه تدوب معانا. بعد كده هاخد كل ورقه من ورق النوت بوك، وهبدا اني احطها في ميه القهوه اللي احنا عملناها. احطها بالراحه، ممكن المعلقه تساعد معانا، وكمان ممكن احرك الطاسه عشان القهوه كلها توصل لجميع حواف الورقه. وهطلعها بالراحه واحطها على اي طبق او على اي قماشه جنبنا. لو لقينا ان اللون البني خفيف شويه ممكن نزود تركيز القهوه فنحط اكتر من معلقه، وابدا اني اكرر نفس العمليه. شايفين الخطوط دي خطوط قهوه مترسبه عشان انا استخدمت قهوه مش سريعه الذوبان، بس هنقدر ان احنا نشيلها بسهوله بعد ما الورق يجف. فيستحسن ان احنا نستخدم قهوه سريعه الذوبان. لو لقينا الميه قلت معانا ممكن نزود شويه ميه وشويه قهوه ونقلب. ده شكل الورق بعد ما خلصناه كله. هبدا اني اخد جلدة الكراسه وهوزع ورقه بورقه عشان الورق ينشف. ممكن اوزعها على اي قطعه قماشه او طرحه قديمه عشان تنشف بسرعه. ده شكل الورق بعد ما نشف. شايفين القهوه المترسبه عليه. هبدا اني اخد اي منديل او اي قطعه قماشه، وهبدا اني اشيل القهوه دي. هي بتتشيل بسهوله عموما، بس برضو ادتني لون بني حلو، وده لونها مقارنه بلون الورقه العاديه. هبدا اني اشيل كل القهوه المترسبه من كل الورق بقطعه منديل. وبعد ما اخلص كل الورق، ده شكل الورق بعد ما خلص. زي ما شايفين في الصوره حواف الورق كانها محروقه بطريقه عشوائيه، فهبدا اني استخدم الولاعه عشان اعمل التاثير ده. لو في ناس عندها مشاكل في التنفس يستحسن انهم ما يعملوش الفكره دي خالص، لانها بتطلع دخان والدخان ده بيكون ضار عليها. فممكن نسيب الورق عادي زي ما هو، او ان احنا نقطع حوافه. كده الحاجتين هيبقى شكله حلو. غير كده لو عايزين تعملوا نفس الفكره فيستحسن انكم تعملوا الفكره دي في اوضه يكون شباكها مفتوح او البلكونه مفتوحه، لان الدخان اللي بيطلع ده يطلع بره عشان ما يأذيناش. هبدا اني اخد الولاعه وهولع شويه حواف الورقه، وارفق النار بسرعه عشان النار ما تحرقش الورقه كلها، وبالراحه شويه شويه. وده شكل الورق في الاخر. زي ما انتم ملاحظين ان انا ولعت حواف الورق من 3 جوانب بس، لان في جانب واحد ده الجانب اللي هنستخدمه عشان نربط كل الاوراق ببعضها. ممكن ان احنا بدل ما نولع حواف الورقه البدايه ليه اللي احنا نقطع حواف الورقه، وبرده هتدينا شكل الفينتج الحلو. او ممكن نسيبها كده زي ما هي، يعني كده برده هيبقى شكلها حلو جدا. فمش لازم انكم تعملوا حركه الولاعه دي. بعد كده بعد ما خلصت كل الورق ده شكله في الاخر. طبعا الورق مش متساوي، هو بس مديني الشكل العشوائي الجميل اللي احنا عايزينه. بعد كده هناخد اي خرامه موجوده عندنا، وهبدا اني اخرم خرمين في الورق ده كله. ممكن نستخدم المقص عشان نخرم. وبعد كده هجيب اي خيط موجود عندنا، خيط كروشيه تقيل او اي خيط ماسك نفسه، وهقص طرفين متساويين من الخيط، وهبدا اني ادخل الخيط من الخرم واطلعه من الطرف التاني، وهسيب شويه مسافه عشان اعرف اني اصفح النوت بوك واعرف استخدم النوت بوك بسهوله. هبدا اني اربط الخيط، وممكن اربط فيونكه كمان بعد ما اربط الخيط كويس. وده شكل النوت بوك، وده شكل الورق. شكله بجد فينتج قوي وشكله حلو قوي. هبدأ اني اخد صور عندي او شوية من ادوات الجونة اللي كانت موجودة عندي، وهبدأ ازين النوت بوك من بره. فهتلاحظوا ان انا استخدمت اصلا مانيكير شفاف بدل الصمغ عشان الصمغ كان خالص من عندي. وخدت قلم ماركر لونه بني، وبدأت اني اكتب عليه فينتج نوت بوك، وازود عليه خطوط وتأثيرات عشان ازود جمال النوت بوك اكتر. وده شكل النوت بوك في الاخر. بجد شكلها حلوة قوي وعجبني جدا. حسيت ان شكلها قريب من الفيديو اللي كان موجود على البنترست. ممكن النوت بوك دي نكتب فيها ملاحظاتنا، او حتى نعمل فيها جورنالز بس على صغير شويه. وده شكلها في الاخر. قولوا له رايكم.